يا الله، عمرك شفت كراكنج بيحصل على المعالج؟ دي كارثة يعني صعب، مش سريع، وزي ما نشوف عمل كراش للجهاز. لكن بسبب الحاجة اللي حصلت معايا دي فانا هشخصنها شوية. هحطها في البي كلاس يعني. انا عنصري وانا هشخصنها مع الاداء واحطها في بي كلاس، واللي عنده حاجة بقى يبقى يوريني في التعليقات الموضوع عامل ازاي. اذا سيداتي انساتي، اهلا بكم في حلقة جديدة من التقييم السيبراني. في الحقيقة مش حلقة جديدة ولا حاجة، أنا بس قسمتهم على أجزاء وأنا لسه قاعد زي ما أنا بصور يعني. المهم هنتكلم على حتة التولز أو أشهر التولز عندنا في المجال وفي إيه بتستخدم. فيلا بينا نبدأ بأول واحدة معانا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مين دي؟ سيكوال ماب. طيب الأداة دي عظيمة جدا. اللي ما يعرفش فيكم سيكوال ماب هي أداة بتعمل ثغرة أو بتشتغل على ثغرة اسمها سيكوال انجكشن. حلو. بتديها موقع في مثلا زي رابط او حاجه زي كده تقريبا بس يعني، وتقول لها اتفضلي. في افضل الحالات هترجع لك بقاعده البيانات حرفيا. صحيح الموضوع ما بيظبطش من اول مره، بيبقى فيه مشاكل وليميتس وفاير وول بقى وقصه حزينه، لكن زي ما قلت لك في افضل الحالات هتلاقي قاعده البيانات راجعه لك حرفيا يعني. ودي اخطر او واحده من اخطر الثغرات اللي الواحد ممكن يوصل لها يعني. ولولا ان انا شفت الفترات اللي فاتت ناس كتير بتطلع بيها ثغرات، مش بس في سي تي اف او في مواقع عادية، لا دي في مواقع باج باونتي يعني بيدفعوا عليها فلوس وكتير كمان، كنت اديتها تقييم متوسط. لكن هي بصراحة يعني أداة عظيمة جدا وتستاهل بكل جدارة ان هي تروح على الاي كلاس قولا واحدا يعني. انا عايز اقول لك ان الأداة دي انقذت نص المجال بتاع السايبر سيكيورتي يعني. معظم الناس اللي اصلا متخصصة في الويب بين تيست ما بيعرفوش يعملوا سيكوال انجكشن بايديهم، فهو يوم ما يتزنق بيروح للاداة دي. فبصراحة تستاهل التقييم ده يعني. مين تاني عندنا هنا؟ ناخد دي مثلا. فف هي احد ادوات الفازنج او اللي بتخمن بيها يعني. عندك مثلا رابط معين ممكن تقعد تجرب كلمات كتير بعديه، دور على ملفات امتدادات لفايلز معينة، اي حاجة تشتغل بسرعة على الويب سيرفر بتشتغل مع فف. وفيها الوان وحركات، وبصراحة يعني انا لطيفة وانا بحبها جدا وتستاهل. فممكن نحطها في حاجة زي البي كلاس. نيجي بعد كده حاجة زي مثلا ميمي كادز. I saw your credentials. ميمي كادز شايفين عظمة السيكوال ماب ان هي تقريبا بتديها اي موقع، يعني لو مصاب بثغرة فعلا هترجع لك قاعدة البيانات وسهلت على ناس كتيرة موضوع اختراق المواقع لانهم ما بيعرفوش يكتبوا سيكوال انجكشن بشكل يدوي. لولا اداة ميمي كادز كان زماننا بنعاني في حتة اختراق الاكتيف دايركتوري، او ببساطة يعني اللي هي الشركات الكبيرة لما يبقى عندك اكتر من 1000-2000 جهاز كمبيوتر متصلين ببعض، وانك تطلع كلمات المرور من على الاجهزة دي وكمان تتحكم في الشبكة كلها. فاداة الميمي كادز اداة عظيمة جدا، وتقريبا يعني هي الوحيدة في حتتها اللي بتعمل حاجة زي كده. فدي قولا واحدا A كلاس يعني بدون هزار يعني. انا عاوز احطهم في الاي كلاس كده كتير. المشكلة ان هم كلهم ادوات جامدة بصراحة. طيب مين تاني بعد كده؟ عائلة البسلة. الوين بيز واللين بيز. التول دي او السكريبت ده بنشغله على الكمبيوتر بعد ما نخترقه، بحيث ان هو يحاول يلاقي ثغرة فيدينا صلاحيات اعلى في مرحلة بنسميها privilege escalation او تصعيد الصلاحيات. يعني انا لو صلاحيتي مجرد مستخدم، ازاي اوصل لصلاحية ادمن؟ بصراحة اداة رهيبة جدا، ويعني بتسكان حاجات كتير جدا جدا وبتوفر علينا وقت طويل، لكن نسبة انها تتكشف عالية. ولو انا في مكان حساس مش هستخدم الاداة دي، هضطر ان انا ادور بشكل يدوي افضل شوية عشان افضل زي ما بيسموها تحت الرادار. فهي اداة للاسف يعني هي حلوة جدا بس هنحطها مع البي كلاس. طيب بعد كده عندنا اير كراك ان جي. بص بغض النظر ان في حلقة النهاردة اتصورت عن كلها بتتكلم عن الاير كراك ان جي فاميلي اللي مش مجرد اداة واحدة، دي عيلة كاملة. اير كراك، اير مون، اير دمب، اير بلاي، قصة حزينة كده، لكن which is collection جامدة. ولو انت عايز تعمل اي واي فاي اتاك الاداة دي هتبقى اختيارك الانسب والاساسي. فهو كبروجكت جامد جدا وعظيم جدا بامانة
يعني مش اقل من A كلاس. لكن من ضمن العيله دي كلها في اداه اسمها اير كراك، دي مسؤوله ان هي تكسر كلمه المرور بعد ما تمسكها متشفره. كنت بصور الحلقه وقاعد بقالي ساعه بصور وتركيز بقى وحوارات، وشغلت الكراك على هاشكات اشتغل. شغلته على الاداه دي اللي هي اير كراك ان جي، لقيت مره واحده صوت الكمبيوتر عالي which is ده طبيعي، لكن لقيته كراشد، الجهاز وقف ما عادش راضي يتحرك. فكل التصوير اللي انا عملته مش هقول راح، ركز، الكاميرا بتصور وبتصور بالمايك كمان، لكن الريكورد بالجودة دي هو اللي راح. فما حبيتش انزل الحلقة واصرت اني اعيد تصويرها مرة تانية. وانا بصور مرة تانية شغلت الاداة دي وفتحت احصائيات الجهاز، لقيت ان كارت الشاشة مش شغال، واللي شغال هو المعالج. يا الله، عمرك شفت كراكنج بيحصل على المعالج؟ دي كارثة يعني، صعب، مش سريع، وزي ما نشوف عمل كراش للجهاز. حاولت ادور على طريقه، قلت يمكن التقصير مني، طلع لا، هم شالوها من الاداه وما عادتش موجوده يعني فيها انك تكراك على الجي بي يو. فبغض النظر على قد ايه فعلا الفاميلي بتاعت الاير كراك عظيمه جدا، والله قد تكون حتى يمكن زي ما قلت لك فوق الاي كلاس، لكن بسبب الحاجه اللي حصلت معايا دي فانا هشخصنها شويه هحطها في البي كلاس يعني. انا عنصري وانا هشخصنها مع الاداه واحطها في بي كلاس، واللي عنده حاجه بقى يبقى يوريني في التعليقات الموضوع عامل ازاي. طيب بعد كده هاخد حاجه زي جون ذا ريبر. جون برضو يعني هي مش اداه واحده، هي عيله كده مع بعض، او شغاله بنفس النمط، بتكراك الهاش. لو انت عندك مثلا ملف مضغوط وعليه باسورد تكراك الباسورد، لو عليك عندك بي دي اف عليه باسورد هتكراك الباسورد، لو عندك ايه بص حاول ايا يكن الامتداد اللي عندك جون تعرف تكراك الباسورد بتاعتها. فهي بصراحه اداه يعني بيرفكت و اوريدي مظبوطه ان هي تتعامل مع اي حاجه متشفره. لكن سرعتها مش قد كده، او ممكن نقول البروجكت ده يعني احطه في البي، او ما بين البي وما بين الايه، يعني ممكن حاجه زي كده. طيب بعد كده عندنا حاجه زي الاداه دي، هي طبعا مش مكتوب اسم بس دي اداه نت كات. نت كات هي بيسموها سويس ارمي نايف، او زي ما تقول كده ايه، في ناس بتوع الجيش عندهم سكينه بتعمل كل حاجه، يعني هي شغاله كمفك، شغاله كسكينه، كقصافه، فتحه علب، شوف انت عايزه تعمل ايه وهتعمله. فدي تعتبر نفس القصه الحزينه دي كده بالظبط. عاوز تبعت ملفات هتبعت لك ملفات، عايز تستقبل ملفات هتستقبل ملفات، عايز تفتح اتصال ما بين جهازين هتفتح لك اتصال، عايز تعملها شات دردشه هتعمل لك شات دردشه، عايز تاخد يعني فول اكسس او اتصال عكسي على الجهاز هتجيب لك اتصال عكسي. فشوف انت عايز ايه وهي ماشيه معاك، مش هتقول لك لا. فدي بصراحه احد اعظم الادوات اللي الواحد ممكن يتعامل معاها، ف 100% تروح على اي كلاس. طيب بعد كده عندنا مين؟ هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا. انماب يعني تعتبر من اساطير عالم السكيورتي، مفيش حد في المجال ده ما يعرفش انماب، ما تحاولش. اي حاجه خاصه بعالم النتورك وتشيز، يعني نص المجال عندنا نتورك ونص تاني ويب، فاي حاجه خاصه بالنتورك انماب رقم واحد. بتعمل بشكل اساسي بورت سكان او تفحص المنافذ المفتوحه وتوريك الخدمات اللي موجوده على المنافذ دي بدقه كبيره جدا جدا، وفيها سكريبتنج انجن رهيب، ممكن يعمل بروت فورس، ممكن يعمل اختراق كامل حرفيا. يعني في بعض الحالات انماب لو شغلتها على سيرفر فيه ثغره تجيب لك فول اكسس يعني قولا واحدا. والمشروع اوبن سورس مجاني، وبصراحه مترجم لاكتر من لغه صفحه الدوكيومنتس بتاعته. فانا بصراحه يعني اديها اس كلاس احتراما للمشروع ده، وانه لحد النهارده لسه شغال وابديتس، واحده من المين تولز اللي الواحد بيبدا بيها شغله. يعني انا كبين تيستر بسم الله الرحمن الرحيم ببدا شغلي انماب، يعني ما فيهاش كلام يعني. بعد كده هناخد الجزء الثاني بقى، اداه البيرب سويت. لسه قايل لك المجال بتاعنا عباره عن جزئين، جزء نتورك وده انماب بتشتغل عليه، والجزء الثاني ويب، اداه البيرب سويت. مفيش شخص في مجال الويب ما يعرفش البيرب، ولو في حد قال لك انا هاكر او انا ايا يكن المسمى وقلت له بيرب سويت وما عرفش ايه هي بيرب، ده تشك في امره، وده يقام عليه الايه، حد السكيورتي، لانه انسان غير بتاع سكيورتي. يعني اي حاجه خاصه بعالم الويب الاداه دي بتعملها، لكن مش الاداه هي المميزه.
على قد ما الشخص اللي بيستخدمها هو اللي لازم يبقى مميز. اي حد ممكن يحمل النهارده بيرب سويت واي حد يقدر يستخدمها، بس عشان تقدر تطلع بيها باجز وتطلع بيها مشاكل وتبقى عارف المشكله فين، دي بتحتاج الشخص نفسه هو اللي يبقى بروفيشنال. ليها سبورت كبير جدا من الكوميونتي، او ليها دعم كبير من مجال الشباب والهاكرز بتوع مجال السايبر سيكيورتي على النسخه العاديه مش حتى المدفوعه. وانت مش محتاج اصلا تشتري المدفوعه في حاجه لو انت فاهم انت بتعمل ايه. وفيها ماركت او اب ستور كده تقدر تجيب منه بلاجنز كتيره جدا ببلاش. فدي اداه بكل سهوله جدا تاخد اس تي او اس كلاس. بعد كده عندنا الميتا سبلويت. برضه نفس القصه كده، ما حدش فينا ما يعرفش الميتا سبلويت. دي واحده من اقدم الفريم ووركس او المشاريع اللي اشتغلت عليها زمان. يعني تقريبا من نفس ادم حاجه زي ان ماب، يعني فيها موديولز او فيها تعتبر سكريبتات او برامج اختراق كتير جدا جدا جدا. يعني انت لو عايز تعمل النهارده فيروس عباره عن بي دي اف وتبعته لحد على الواتس ويفتحه ويتم اختراقه، الاداه دي بتعمل كده. عايز تعمل اي بي كي او ابلكيشن نفس القصه الحزينه، الاداه دي بتعمل كده. عايز تعمل فحص بورتات، عايز بص شوف انت عايز تعمل ايه والاداه تعمله لك يعني. فهو مشروع كبير بصراحه، والسبورت عليه عالي ولا غنى عنه بصراحه. او يعني احيانا ممكن تستغنى عنه لو انت بتستخدم مانيوال اكسبلويتيشن او اختراق يدوي، بحيث انك تجيب كود الاختراق من بره وتشغله بنفسك. لان لو هتستخدم الاداه فانت كود الاختراق او موديول الاختراق هتجيبه منها نفسها. فلو انا شغال في مكان ما فيهوش نت او عايز اعمل اختراق على شبكه ما فيهاش انترنت، فده طبعا يبقى مشروع كويس جدا، بحيث ان انا يعني معظم الثغرات بالفعل موجوده جواها، هتتحط فيه الاي كلاس بدون كلام. نيجي بعد كده على زاب بروكسي. دي نفس طريقه عمل بيرب سويت بالظبط، وهي عباره عن بروكسي او زي نقطه عازله في المنتصف. لما يجي حد عاوز يبعت ريكويست للموقع، تقدر توقف الريكويست في النص وتعدل عليه وتغير كل ملامحه. فهي دي الاداه المناسبه لحاجه زي كده مع بيرب سويت. لكن الفرق الوحيد ان هي توتالي فري. اداه البرب منها نسخه مجانيه ونسخه مدفوعه محتاجه تشتريها، يعني دي مجانيه 100%. هي بصراحه اندر ريتد شويه، فانا ممكن احطها يعني ما بين الاي والبي، يعني وي كان جو ويز بي، عشان يعني يمكن شهرتها مش قد كده شويه بصراحه يعني، بس هي تستاهل ايه كمان يعني. هنيجي بعد كده على الواير شارك. من غير الاداه دي انت مش هتعرف تفهم اللي بيحصل في الشبكه. حتى لو انت بنتستر او هاكر وجيت تجرب كود اختراق وما اشتغلش، من غير دي مش هتفهم هو ما اشتغلش ليه. فهي تعتبر عينيك على الشبكه كلها، سواء بتهاجم سواء بتدافع. هي دي الحاجه الاساسيه اللي بتستخدمها، هي دي اللي كل برامج البلو تيمينج بتتمحور حواليها تقريبا في عالم الشبكات. لو عرفت تستخدمها صح وتتدرب عليها صح، كأنك بقى عندك زي رؤية ليلية كده في أرض المعركة حرفيا يعني. فدي بكل بساطة تتحط في الاي كلاس. ونيجي بعد كده عندنا الموناليزا بتاعتنا أو أداة ايدا برو. ايدا برو تقدر تعمل لك الريفيرس انجينيرنج أو الهندسة العكسية، بحيث إنها تديها سوفت وير معين. وفي بعض الإصدارات منها يعني بتحاول تترجم لك السورس كود للأصل بتاعه أو الباينري للأصل بتاعه. فتقدر بقى تعمل باتشنج على السوفت وير. لو سوفت وير مدفوع تقدر تعمله ببلاش. لو عبارة عن مالور او فيروس تقدر تعرف ان هو فيروس ولا لا. فمحتاجة تكنيكال نوليدج عالية جدا، مش سهلة وبسيطة، مش اي حد يستخدمها، لكن بتعمل حاجات خرافية ممكن ما تتخيلهاش. وما انهم طبعا نزلوا اصدارات كتير منها فري مجانية، فانا اقدر بكل بساطة ان انا مع الاحترام الشديد اوديها على اس كلاس بأمانة يعني. طيب هل انا بقى اسيب السي والدي كلاس كده فري؟ لا، فقلت اما اجيب معانا ضيف كبير معظم الهاكرز اللي هم القدماء يعرفوها. يعني في حاجات طبعا اقدم من كده بكتير زي سب 7 وغيره، بس انا قلت اجيب حاجه في المنتصف يعني من اواخر من اول 2010 وانت طالع كده شويه. فاداه الانجيرات ده كان زي مشروع صغير كده، بتعمل منه فيروس تبعته لحد، مجرد ما يفتحه خلاص انت اخترقت جهاز الكمبيوتر بتاعه. بس تفتح الكاميرا، تفتح المايك، تنقل الملفات، تبعت له رسائل. فده كان عارفين بداية الهاكينج والابتزاز الالكتروني. هي دي بداية الموضوع ده. فهو كبروجكت بصراحة كان كويس يعني، كان عامل ضجة لدرجة ان الناس
كانت بتتبادل الضحايا. يعني مثلا انا مخترق مثلا ناس من البرازيل، وانت مخترق ناس من روسيا، اقول لك ها يلا تاخد 5 من البرازيل وتديني 5 من روسيا. فكان في ماركت غريبة وايام الله لا يعودها يعني. طيب تقييم الوحيد للمشروع ده هو كان كويس، جي يو اي بقى وحاجة كده ايه سهل ان الواحد يستخدمها، لكن ما كانش في مصدر اساسي تجيبها منه. يعني الاداة دي عشان تجيبها 100% هيبقى فيها فيروس، وهتلبس انت قبل اصلا ما تحاول تخترق الناس يعني. فدي كانت الحاجة الوحيدة اللي مضايقاني في حاجة زي كده بصراحة. يعني ممكن يعني نحطها في الدي او السي، بس لا احطها في الدي، لان اللي فوق حاجة واللي تحت حاجة تانية خالص تماما يعني. فبالنسبة للسي كلاس طبعا يعني انا يعني اي تول في الاغلب مش معروفة كنت هحطها في السي كلاس، بس دول اللي ايه جم معانا كده. هو بس لو يعني شايف ان تقييمي عادل تقدر تعرفني في الكومنتس، ولو مختلف معايا تعرفني مختلف معايا ليه، وايه الادوات التانية اللي حابب تاخد رأيي فيها. وشكرا جزيلا، نشوفكم في حلقة تانية من التقييم السيبراني. سلام.